السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لاول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، هتنزلي تحت الفيديو تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك اشعار بيه على طول، فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في لايك عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل البنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر ان هو يستفيد بالمعلومة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. عايزاك كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا أي حاجة فيها ذكر الله. ألا بذكر الله لتطمئن القلوب، عشان القعدة بتاعتنا ناخد فيها حسنات إن شاء الله بإذن ربنا. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن وجود ألم في الرحم مع نزول إفرازات بيضاء مع حدوث نغزات في منطقة المهبل. ده بيدل على الحمل ولا لأ؟ وإيه هي العلامات اللي بتدل على الحمل بعد القذف مباشرة؟ خليكي معايا لأن الفيديو ده مهم جدا وهيفيدك جدا، وهتقدري تطلع منه بمعلومة وتستفيدي إن شاء الله بإذن ربنا. فخليكي معايا في كل كلمة أنا هقولها، بس طبعا ما تنسوش دعمكم للقناة والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس، ودعمكم مهم جدا جدا عشان استمرارية القناة ان شاء الله باذن ربنا. اول حاجة، في سؤال دايما بيجيلي في التعليقات او بيتكرر عليا كتير جدا. السؤال ده بيقول ايه سبب الم اسفل البطن او حدوث انقباضات ومغص اسفل البطن مع نزول افرازات بيضاء؟ وهل نزول افرازات بيضاء مع وجود الالم ده بيدل على الحمل ولا لا؟ مع حدوث نغزات او شكة في منطقة المهبل. كل العلامات دي لو موجودة عندك، هل بتدل على الحمل؟ هل بتدل ان في تلقيح بويضة؟ هل بيدل على حدوث الحمل ولا لا؟ طبعا اول حاجة حابة ان اجاوب على السؤال ده. طبعا لو انت بتحسي بألم اسفل البطن او ألم في الرحم مع نزول افرازات بيضاء والدورة غايبة عليكي، ده بيدل على حدوث الحمل او ده بيدل على تلقيح البويضة، بشرط ان الدورة تكون غايبة عليكي يوم او يومين، وما يكونش الافرازات دي مصاحبها لون بني او افرازات خيوط بنيه او افرازات بنيه. لان طبعا لو بيحصل لك الالم ده والافرازات بنيه، ده بيكون على طول علامه دوره، يعني الدوره خلاص قربت ان هي تجيلك، فبالتالي بيحصل لك العلامه دي اللي هو مغص اسفل البطن مع نزول افرازات بنيه. لكن لو هي ما بيحصلش عندك نزول افرازات بنيه او بيجيلك المغص ده بدون نزول افرازات بنيه، ده بيدل على الحمل على طول. طب ايه هي الافرازات اللي ممكن تنزل مع المغص ده اللي بتدل على الحمل؟ هي بتكون افرازات بيضاء، يعني افرازات لونها ابيض. الافرازات دي هي اللي بتدل على تلقيح البويضه وحدوث الحمل. بتبدا تنزل عليكي الافرازات دي، بيكون افرازات لونها ابيض. دي على طول لو نزلت عليكي اعرف ان دي بتدل على تلقيح البويضه وبتدل على حدوث الحمل، وبتدل ان انت ان شاء الله باذن ربنا هتكوني حامل. بتكون افرازات بيضاء مع حدوث الم في الرحم مع حدوث نغزات في منطقه المهبل، ده على طول بيكون حمل. طب بيبدا امتى او بتحصل امتى؟ بتحصل معاكي من بعد ايام التبويض وتستمر معاكي لحد ميعاد الدوره القادمه. يعني بتبدا تحصل معاكي بعد ايام التبويض، تبداي تحسي ان في مغص، في تقلصات، في الم بيحصل عندك، بيبدا يحصل معاكي بعد ايام التبويض، وبيبدا ان هو يستمر معاكي لحين موعد الدوره القادمه وبيكتر عليكي. بس عايزه يعني افرق لك ما بين حاجه، ما بين المغص اللي بيدل على الدوره والمغص اللي بيدل على الحمل. المغص اللي بيدل على الدوره بيجيلك عمره ما بيجيلك في ايام ما بعد التبويض، ما بيجيلكيش غير يوم نزول الدوره اللي هو اليوم اللي هتنزل فيه الدوره بيجيلك مغص. لكن لو لقيتي قبل ميعاد الدوره بحوالي اسبوع جالك مغص زي مغص الدوره الشهريه وبدا ان المغص ده يعني يحصل لك، اعرفي على طول ان دي علامه تلقيح البويضه وعلامه حدوث الحمل. يعني اما يجيلك مغص زي مغص الدوره الشهريه ويحصل لك مغص زي مغص الدوره الشهريه قبل ميعاد الدوره الشهريه، اعرف على طول ان دي علامه تلقيح البويضه وعلامه حدوث الحمل. لكن مغص الدوره الشهريه بيجي في يوم نزول الدوره، اليوم اللي هتنزل عليكي الدوره بيبدا ان يحصل لك المغص ده. لكن لو حمل بيحصل لك قبلها بحوالي اسبوع او 10 ايام مع نزول قطره من الدم البني، وممكن ما تنزلش بس المغص بيبدا ان هو يجي ويروح. طيب لو كثرت عليكي الافرازات زي الافرازات البيضاء او الافرازات الشفافه وبدات ان هي تكسر عليكي وتجيلك بكثره، اعرفي ان دي علامه تلقيح البويضه وان دي علامه حدوث الحمل، ودي علامه مؤكده بتدل على تلقيح البويضه
وبتدل على حدوث الحمل عندك ان شاء الله باذن ربنا. طب ايه هي العلامات اللي بتدل على تلقيح البويضه بعد القذف مباشره او بعد دخول السائل المنوي لمنطقه الرحم مباشره؟ في علامات معينه لو حصلت لك بتدل على تلقيح البويضه، بتدل على حدوث الحمل بعد القذف مباشره او بعد المباشره على طول. اول علامه منهم انك تبداي تحسي ان بيحصل لك انقباضات في المكان اللي هو الرحم والمبيض، يعني تحسي ان المكان ده بيحصل فيه مغص او بيحصل فيه شده او بيحصل فيه انقباضات. تمام، دي اول علامه، ده بيدل على تلقيح البويضه وبيدل على حدوث الحمل. تاني علامه ان بتكسر عليكي الافرازات وتلاقي بعد المباشره نزلت عليكي افرازات بكثره واستمرت معاكي، ما نزلتش يوم واحد وبس، لا ده نزلت عليكي واستمرت معاكي. تالت علامه ان بتلاقي نفسك اتقفلتي من العلاقه وان مالكيش نفس ان انت تكملي علاقه يومين او 3 ايام كمان، لا بيكون خلاص اتقفلتي منها ومالكيش نفس ان انت تكمليها. وسبحان الله دي حاجه من عند ربنا، عشان بيكون البويضه خدت الحيوان المنوي واتقفلت عليه، فما بيكونش عندك رغبه في المباشره، لان الرغبه في المباشره بتيجي في ايام التبويض، دي حاجه من عند ربنا عشان النسل او التكاثر. فانت لما بيبدا يحصل حمل بتلاقي نفسك اتقفلتي من موضوع المباشره شويه او ما عندكيش رغبه في حدوث العلاقه. استمراريه عدم جفاف المهبل ده بيدل على الحمل برضو، واستمراريه نزول الافرازات الشفافه ده بيدل على الحمل. كل العلامات دي لو بدات تحصل لك بعد العلاقه ده بيدل على الحمل. ارتفاع درجه حراره الجسم بيدل على الحمل. كثره في التبول بيدل على الحمل. نزول افرازات بكثره بيدل على الحمل. نغزات في اسفل منطقه الرحم عند منطقه المهبل او شكه بتحصل عند منطقه المهبل زي شكشكه كده بتحصل في المكان ده، ده بيدل على الحمل. صداع وارهاق وتعب وخمول وعدم القدره على القيام بالاعمال المنزليه ده بيدل على الحمل. كل العلامات دي بتدل على الحمل. كل العلامات دي بتدل على الحمل بعد التبويض مباشره، ولو ظهرت عليكي اعرفي ان تم تلقيح البويضه وتم حدوث الحمل عندك ان شاء الله باذن ربنا. بكده يا بنات انا قلت لك المعلومه بتاعت النهارده وخلصتها، يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها. ما تنسونوش من دعمكم باللايك والشير والاشتراك في القناه، دعمكم مهم جدا عشان استمراريه القناه، عشان نستمر معاكم بنشر المزيد ان شاء الله باذن ربنا. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم واكون قدرت افيدكم، دي اهم حاجه، وتكونوا استفدتوا بمعلومه ويكون الفيديو خفيف عليكم وانا طليت يكون خفيف عليكم انا كمان. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله. ما تنسلوش من صلاح دعائكم، وانا كمان بدعي لكم ان ربنا يكرمكم الذريه الصالحه ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين، وما يحرم حد ابدا من الذريه يا رب العالمين، ويكرمكم جميعا ان شاء الله باذن ربنا. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله، ونلتقي في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.